سيدات والسادة النظارة الأعزاء، مساء الخير. كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. موضوع هذه الحلقة التنوع الإعلامي والأمازيغية، غادي نتناولوه مع الأستاذ دريس العيساوي، إعلامي مختص في التواصل المؤسساتي. قبل ما نبداو النقاش مع الضيف ديالنا كنحيلكم على الروبورتاج. عرف المغرب تغيير نوعي بحيث ولا عناية واهتمام بحضور الأمازيغية في الإعلام على مستوى الدولة والقطاعات المعنية أو على مستوى الصحافة المكتوبة، بل كان الخطاب الملكي بأجدير الوقع الكبير بحيث أولى الاهتمام بشكل خاص بالإعلام. هذا ورش كبير استراتيجي يستند أولا على وجود إرادة سياسية جماعية تحت قيادة جلالة الملك من أجل الإسراع في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. ثانيا، إلى جانب هذه الإرادة هنالك خطوات عملية سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية، وزارة الاتصال، وزارة الثقافة، على مستوى المجهودات مع الملك للثقافة الأمازيغية، على مستوى القناة الأمازيغية. هنالك سياسة، مثلا نعطي مثال، دون انتظار القانون التنظيمي للغة الأمازيغية تم العمل على في إطار دفاتر التحملات مضاعفة ساعات البث بالنسبة للقناة الأمازيغية تصبح 24 ساعة مثلا، هذا قرار. أو البوابة الأمازيغية بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء لاماب من أجل تقديم الإنتاج، يعني تغطية صحفية إخبارية باللغة الأمازيغية. المثير للانتباه الحضور الضعيف للصحف اللي كتهتم بالأمازيغية، وذلك رغم المجهود الكبير اللي قاموا به النخب المهتمة بالثقافة الأمازيغية خلال العقدين الأخيرين، في مقابل انطلاقات واعدة على مستوى السمعي البصري. التيفيناغ الان الاستعمال ديالو في الحواسيب وفي لي بورطابل وفي الانترنت ولا استعمال عادي مثل اي حرف اخر، كحرف العربيه ولا الحرف اللاتيني، ما كيطرحش اي مشكل يعني في الاستعمال ديالو، بحيث ان الان تلقاو دي سيت ويب، مواقع ديال الانترنت باللغه الامازيغيه، وممكن يكونوا من ضمنهم الموقع ديال المعهد بحد ذاته اللي تلونسا في 2008، والموقع الجديد ديال لاماب امازيغ هو من بين الامثله المعروفه جدا في هذا، بالاضافه الى المواقع الاخرى اللي كنلقاوها في لي ريزو سوسيال، في المواقع الاجتماعيه بحال الفيسبوك وبحال المواقع الاخرى. التغييرات أو الاستجابات لانتظارات المواطنين في مجال الإعلام كتطلب التفكير في وضع آليات وسياسات مدروسة للحفاظ على مختلف الروافد للثقافة المغربية. الحرف التيفيناغ الان وهذه مساله جديده، هو انه في لي موبيل، في لي سمارت فون، دابا كنهضروا على لي موبيل، لي سمارت فون، لي سيستم ديكسبلوطاسيون جداد بحال الاندرويد، بحال الويندوز فون، بحال الاي او اس ديال الابل. الوجود ديالو دابا ديال تيفيناغ هو ممكن، بحيث ولات ليكريتور، الكتابه ديال تيفيناغ على لي سمارت فون ولات ممكنه وما كطرحش حتى مشكل. إذا كان على الإعلام أنه يعكس واقع المجتمع، فواقع المجتمع المغربي متعدد اللغات ومتنوع الثقافات. أستاذ دريس العيساوي، مرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج شؤون الأمازيغية، وكنشكركم على الإسهام ديالكم معنا. سي العيساوي، بحكم الاختصاص ديالكم في المجال ديال الإعلام، مفهوم التنوع الإعلامي في السنوات الأخيرة ظهر وبرز كثير في النقاش العمومي. كيفاش كيتحدد مفهوم التنوع الإعلامي؟ التنوع الإعلامي في تقديري هو مكون أساسي للحركية الديمقراطية، يعني بناء هيكل ديمقراطي لا يمكن تصوره من دون تنوع إعلامي. لماذا؟ إن الإعلام بمفهومه العام والمجرد فهو وسيلة من الوسائل. إن إذا كان زمان الشاعر أو الأديب هو الذي يعكس صورة المجتمع، فاليوم إلى جانب الشاعر والأديب والكاتب والعلماء الآخرين هناك الإعلامي، وكانت ربما أشكال من التواصل موجودة في كل يعني الحقب، واستطاعت أن تعكس صورة معينة. الآن دور الإعلام في بلد كالمغرب الذي يعيش حركية تغير وتحولات كبيرة على مستوى على كثير من المستويات، كان مفروض أن الإعلام لاحظناه، لأنه إذا يعني غير في الأمس القريب
جوج ديال العقود لمسنا على ان الاعلام في المغرب تغير. انتقلنا من اعلام على الاقل المكتوب، اما الاعلام الرسمي كان دائما مملوك للدوله، فالصحافه كما هي معروفه كانت مملوكه لصحافه راي، مملوكه لاحزاب سياسيه. كانت صحافه حزبيه رسمي، وكاين هناك صحافه رسميه. كان الطابع الذي يغلب على ذلك الاعلام هو الرأي، إبداء الرأي قبل الخبر. منذ 20 سنة دابا تقريبا يمكننا نحددها أو أقل. رأينا تحولا في هذا المشهد، ووجدنا لأن حتى الصحافة الحزبية حتى لا نرمي باللائمة عليها ونقول أنه أصبحت من الماضي، ساهمت في تكوين رأي عام وطني، ساهمت في على الأقل فتح مجالات للتعبير، نعم، هوامش للتعبير في ذلك الصراع الذي كان التجربه اللي عملات والاقلام. لا الاقلام لا استمرت اقلام، وكذلك حتى التعبير عن رايها نعم. كحزب سياسي كان طريقه من طرق لاستغلال الهوامش الموجوده في الصراع الموجود حول السلطه، نعم. او في علاقه المجتمع بالسلطه، او في علاقه المجتمع بالمثقف. تذكر نعم. الدور ديال الملاحق الثقافيه في جرائد كالعلم الى اخره، مهمه جدا. نعم. جرائد حزبيه. هذا الدور تطور في بدايه التسعينات من القرن الماضي، تطور الى ما سمي بالصحافه المستقله. انا اسميه الصحافه الخصوصيه لانه بنيت على اساس انها استثمارات خاصه في هذا المجال، مقاولة إعلامية بكل المقومات من تدبير للموارد البشرية والمالية إلى آخره. الآن نأتي إلى موضوعنا، التنوع الثقافي والتعابير الثقافية في الإعلام. هذه مسألة ضرورية حيوية. أنا أعتبر بأنه إذا كان مجتمع المجتمع المغربي فيه من التنوع الإثني، التنوع اللغوي، التنوع التاريخي، لا يمكن أن نضعه في خانة واحدة وفي وسيلة للتعبير موحدة يعني تجعلنا يعني، وحتى في بعض الحالات لأنه شفنا في هذاك المنظومة نقولوا احنا ديال الإعلام الرسمي، كانت فيها ما أسميه أنا بنوع من الجيتو. نقول بانه مثلا الناس ديال الامازيغيه او لهذه الاقليه غنعطيوها واحد الساعتين في البرمجه ونعتبروا باننا في حل من كل التزام بهذه القدر. هذا لا يكفي. التعدديه هي اولا الاعتراف بذلك المكون الاساسي للشخصيه المغربيه، واللي هذه حقيقه تاريخيه لا غبار عليها وما غنستعمل يعني نمشيو لها. لانه إذا غاب شرط التعددية في الإعلام، فتلك الوظيفة التي نريد للإعلام أن يقوم بها ألا هي مواكبة التحولات، مواكبة ولا إبراز تلك التحولات ودعم المسار الديمقراطي. فهذا البناء الديمقراطي المنشود من طرف الكل سيكون ناقصا وغير كامل. نعم بالطبع. هذا الإعلام اللي كان قبل هذه جوج العقود واللي كان كيكرس واحد المنظور تقريبا احادي، لا في الاعلام الرسمي ولا الاعلام الحزبي اللي كان ايضا كيرتبط وكيلتزم كثير بالمسار الحزبي حسب الاختلافات ديال الاحزاب. هذا الانتقال من هذه النظره اللي كانت تقريبا احاديه وكانت كتختزل الكثير من العناصر في العنصر الواحد لهذه النظره ديال التنوع، شنو هي العوامل تقريبا اللي دفعت نحو هذا الانتقال من النظرة الاختزالية السابقة إلى نظرة اللي كتحترم هذه العناصر التنوع وكتبغي تعكس طبيعة المجتمع كيف تحدثتوا عليها؟ هذه عجلة التاريخ هي التي أملت هذه التحولات. الانتقال من نظرة أحادية، نظرة تحاول أن تدجن التنوع والاختلاف في مجتمع كالمجتمع المغربي، إلى نظرة تذهب إلى الاعتراف بالتنوع. لماذا نعترف بالتنوع؟ لأنه مصدر من مصدر إغناء الشخصية الوطنية وإغناء الثقافة الوطنية. كيف تحول ذلك؟ هناك تحولات كبيرة. كان بالأمس نتحدث عن ما يسمى بالمصالحة الوطنية، فكانت هناك مصالحة إعلامية. فالمصالحة في إطار المصالحة الوطنية
ماشي لم يكن المشكل مطروح غير بالمفهوم السياسي للامر. يعني المعارض الذي كان يعني سجينا سياسيا اضطهد من قبل، لا اما اضطهد او سجن او اختطف الى اخره. فكان ربما الغالب في الامر انه اللباس نلبسه لباسا سياسيا، لكن من بعد تبين على انه العامل الثقافي، لانه هذاك التمييز الجغرافي ديال المناطق وديال المجالات كان حتى على المستوى الثقافي ديال التعبير عن هذيك المناطق، كان التفكير ممركز. فبالتالي هذا التنوع في الاعلام جاء مع هذه المراحل وهذه التطورات اللي عرفها المجتمع السياسي المغربي والمجتمع المغربي يعني ككل. وهنا كتشوف لانه منين واحد المراحل ابتداء يعني من نهايه يعني النصف الثاني من التسعينات ولا بدايه التسعينات، وحنا نهايه القرن الماضي صراحه شفنا تحولات متسارعه في هذه المجالات، وشفنا تعابير يعني حتى الاحزاب السياسيه ما بقاتش عندها، لانه والله كتلاحظ على انه في البرامج والتعبير عن، لانه ما هو البرنامج السياسي؟ هو تصور، هو مشروع مجتمعي. نعم. ربما قد يقسم الى لحظات انتخابيه، لكنه تصور لما يجب ان يكون عليه المجتمع على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي او الثقافي ايضا. فهذاك المكون اذا مثلا درنا قراءه ورجعنا للوراء كتلقاه على انه كانت تختزل في تلك النظره على اننا امه واحده متجانسه الى فعلا نحن امه واحده، نحن شعب متوحد من وراء مجموعه من الرمزيات، لكن نختلف، وهذا طبيعي ان يكون هناك تنوعات وتعابير مختلفة وحساسيات مختلفة داخل الجسم الواحد. وهذا اللي يجعل أنا قلت لك على أنه كانت مواكبة، وربما هذه هي القوة ديال هذه التغيرات اللي حدثت بالنسبة للتنوع الثقافي في الإعلام، أنه هنا كتبين بالملموس على أن الإعلام قد يكون قد توفق أو أخفق، هل قام بدوره أم لم يقم به بشكل أمثل، لكنه قام بذلك وأدمج في تحولاته هذا الفاعل الأساسي ألا وهو التنوع الثقافي داخل المجال الإعلامي. هذا معناه أنه انتقلنا من تصور كيعتبر بأن الوحدة ما يمكن تكون إلا بالهوموجينيزاسيون، إلا بنوع من التأحيد، إلى تصور كيعتبر أن الوحدة بالعكس خاصها تبنى على الاعتراف بالتنوع. كيفاش كيقوي التنوع والاعتراف به الوحدة؟ خليني نعطيك أنا مثال. احنا ربما أحسن بلد يمكن، لأنه كما كان قال بول باسكون احنا مجتمع كومبوزيت، يعني مشكل في تشاكيل، لكنها ربما فيها واحد النوع من واحد الخيوط رفيعة اللي كتنسج فيها التاريخ، فيها الجغرافيا، فيها العامل البشري. بلد كأمريكا ماذا يوحده؟ يعني هذاك يعني التنوع الإثني، التنوع الثقافي، ولكنهم يتحدثون بلغة واحدة يعني على الأقل، ولكن اللغات الأخرى والديانات داخل هذاك البلد. ربما أنا كنقول أنه المغرب من أحسن الدول الذي يعبر عن هذا التنوع، اعتبارا لموقعه الجيوستراتيجي فيه يعني مجموعة من التعابير. لا يمكن أن نختزل الوحدة في الوحدة، أننا نعطيو ديك الهوموجينيزاسيون، يعني كون أننا كنمحيو تنمسحوا هذوك التحولات وذوك التغيرات اللي ستفقر. إذا عملنا على يعني تغييب هذيك الخصوصيات فسنفقر ثقافتنا، سنفقر شخصيتنا، وسنفقر كذلك سنكون أعداء لتاريخنا، لأنه في تاريخ المغرب وتاريخ ديال المعايشة والمصاهرة والتداخل ما بين كل هذه المكونات. ولا يمكن أن نأسي في هذا القرن ونعتبر بأنه ممكن أننا نوحد كل هذا في قالب واحد فقير جدا وضعيف. كانت التعددية تقريبا كيتركز عليها في الجانب السياسي، فكانت السلطة والخطاب الرسمي كيعترف بأنه كاينة تعددية
ديال الرأي والتعددية السياسية بمعنى الأحزاب والتيارات المتعددة، لكن ما كانش هناك اعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي. لماذا كان هذا الاعتراف بالسياسي وعدم الاعتراف بالثقافي؟ سي احمد، انا لا اعتقد بانه في المنظور ديال الدوله احنا نتكلموا بشكل مجرد. نعم. على الاقل حسب ما يعني ما عرفناه مما كتب حتى في البرامج اللي كانت، ربما كان ادراك مقلص شيئا ما لهذه المساله، لكن الدوله المغربيه بنيت على هذا التنوع، الطريقه تدبيرها بني على ذلك. نعم. ربما كان حيفا في حقب معينه انه تم تغييب هذا العامل هذا. الآن ماذا تغير أنه بفعل نضال طويل ومستمر لمجموعة من الفعاليات سواء كانت أمازيغية أو غير أمازيغية وحقوقية يعني بصفة عامة، جعلت أن هذه المسألة الآن الحمد لله راه موجودة من الأركان الأساسية ديال الدستور المغربي منذ 2011. بطبيعة الحال هذه مرحلة انتقالية، وفي الانتقال لانه كتنتقل، لان احنا كنا يعني انا لا اعتقد بانه احد سيقول بان انت ليس لك الحق ان تعرب او تعبر عن يعني عن هويتك لانك امازيغي، والاخر يقول له لا انت يا من الجهه الاخرى. لا، انا اعتقد الان احنا في صدد ترسيم وتوطين هذا المكون هذا في ممارستنا اليوميه سواء كانت اعلاميه او اخرى. فهذا الانتقال راه مرحله ماشي سهله، الانتقال لان كاين دابا اجراء، كاين يعني ما كنخرجوا من الخطابات، كنخرجوا من التمنيات، دابا كنوصلوا للمسائل الاجرائيه عمليه. قبل قليل تحدثنا وقلنا لهم مثلا غدا محاربة الأمية عليها أن تكون بالأمازيغية كذلك. لماذا اللغة الفرنسية تعلم الحساب وكذا؟ يعني إذا بغينا نحاربوا الأمية، وهناك كذلك نوع آخر من الأميين من ضمنهم أنا الذين لا يتقنون الأمازيغية، لا يعرفون الأمازيغية ولو أنها مكون أساسي من شخصيتهم. فهذه أمية جديدة يجب الاهتمام بها مستقبلا، واللي غادي تستوجب إعادة النظر في مفهوم محاربة الأمية. مفهوم محاربة الأمية الآن مطالب أنه يأخذ بعين الاعتبار، لأن هذا أولا كاين نص دستوري ينص على ذلك. اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، فلها من الحقوق والواجبات ما للغة العربية من حقوق وواجبات. إذن كتعتبروا بأن الوثيقة الدستورية الحالية يعني دستور 2011 كيتيح إمكانية ديال الرعاية ديال التنوع الإعلامي أكثر من السابق؟ لا، من دون شك أن دستور 2011 كيعطي مجالات مهمة جدا. ربما ما ينقصنا هو تفعيل هذه النصوص. لماذا لا نستغل هذه الهوامش الجديدة المتاحة الآن؟ يعني نسبة تفعيل القوانين واستعمالها ووضع وإخراج المؤسسات الضرورية لتفعيل هذه المضامين هذه راها كتطلب واحد الوقت. فبالتالي لما نذهب يعني بعيدا في الممارسة وفي التنفيذ ويظهر على أن هناك مضايقات أو ربما لا تتسع هذا الأفق للطموحات اللي هي كانت في أصل المطالب اللي جات قبل دستور 2011، ديك الساعة كنظن بأنه غيكون واحد المطلب اون دوموند سوسيال على أننا نعاود نراجعوا هذا البند من نعملوا خطوة أخرى، خطوة جديدة متقدمة. المهم هي أننا يجب أن نجد أنفسنا وأن نضع أنفسنا في منطق الحركية ولا في موقع الأسانة ونبقوا يعني الانتظارية. إذن هذا الدستور كينقلنا من منظومة الأحادية إلى منظومة التعددية. فعلا أنا أعتقد هذه بداية. شوف، الدستور ما هو إلا وثيقة، ما نفعل به وما ننفذه بداخله هو الأساس. فعلا هناك نفتح المجال إلى مجال التعددية. لا نقول بأنه يعني قطعا لما كيف ما هي مسجلة في الدستور ستكون في الواقع. فهذا فعل ديال الفاعلين، أحزاب سياسية، مثقفين، حقوقيين، موازين القوى داخل المجتمع التي ستفرض الشكل الذي سيتم التنزيل هاد المقتضيات وهاد المضامين هادو. وإلا غادي نكونوا ناس طوباويين نقولوا بان عندنا نص خصو يجي كيف هو مكتوب كيف نحطوه. مش ممكن.
هذا غيكون صعب. التنوع الإعلامي كان قبل ما نتعرفوا عليه في المغرب كان خطاب يعني دولي، كان في المؤتمرات حقوق الإنسان، كان في الأمم المتحدة، كان في بريطانيا يطرح في اليونسكو أيضا إلى آخره. إلى أي مدى يمكن نقولوا بأن هذا الضغط الخارجي كان حاسم، بالإضافة بطبيعة الحال للضغوط الداخلية في الانتقال إلى يعني تغيير وتطوير مشهدنا الإعلامي وفق هذا المفهوم؟ أنا ولو أنني غير متخصص في الحركة الأمازيغية بشكل معين، ولكن أهتم بالموضوع. أنا يعني أعرف على أنه هذا نضال طويل الأمد، بدأ ربما قبل فجر الاستقلال، قبل عقود، يعني بفجر الاستقلال طرحت، يعني هناك كانت تصورات. أعتقد بأنه الدينامية والحركية الأساسية بالنسبة للتحول الذي وقع في التعدد الثقافي جاءت من الداخل في تقديري. ربما إذا بغينا نعطيو نسب غادي نقولوا 30% من الضغوطات الدولية والتحركات إلى آخره، لأنه فعلا المغرب هو عضو في واحد العدد من المنظمات، له علاقات، له صورة كذلك، له إدراك على الصورة الخارجية ديالو ويريد أن يحافظ عليها، جعلت أن واحد 30% كانت فاعلة في تحريك هذه العجلة هذه في الاتجاه اللي الآن كنشوفوه، واللي ربما مجموعة من الفاعلين يعني اللي هما يرضون بما هو موجود وينتظرون فعل ما هو ممكن غدا. نعم. لما نتكلموا على التنوع الإعلامي في الغالب كيبرز التنوع في اللغة، ولكن شنو هي العناصر الأخرى اللي ما كننتبهوش لها أيضا واللي تتعلق بالتنوع الإعلامي واللي على الإعلام أن يرعاها وأن يبرزها لكي يحترم هذا المفهوم؟ أنا تحدثت لك قبيلة على أنه كاين هناك صراحة نوع من الأمية الثقافية فيما يتعلق بالقضية ديال الأمازيغية، إنه المسيرين ديال الإعلام في أحسن الحالات في جريدة مثلا مطبوعة تيقول لك غنديروا واحد الصفحات الأمازيغية، كأننا نريد أن كنفرد لها واحد الصفحة أو جوج، راه ماشي قضية أساسية، في حين أنها ممكن أن تكون حاضرة في كل الزوايا وفي كل التقسيمات ديال الإعلام. لأن الإعلام شوف شيء أساسي علينا أن ندرك بأنه الإعلام وهو فن صناعة. فإلى اعتبرنا إلى دخلنا هذا الهم هذا وهذا الاهتمام في صلب عملية صناعة الإعلام، سواء صحافة مكتوبة أو في الانترنت أو هنا خصنا في التكوين الأساسي ديال الناس اللي كيشتغلوا في الإعلام يدخل هذا الاهتمام هذا، لأن مسألة اللغة لوحدها غير كافية، لأن المضامين هي الأساسية. لأن ملي كنتكلم الثقافية، لأنه ملي كنتكلم بطبيعة الحال، لأن ملي كنتكلم أنا على الأمازيغية راه فيها حمولة سوسيولوجية، تاريخية، ثقافية، إنسانية، خصها تحضر نلقاها موجودة. يعني أنا الآن جزء كبير من المواطنين المغاربة لا يلجون إلى الثروات الموجودة مثلا في الشعر الأمازيغي، يعني لو أنهم استطاعوا يوصلوا لها غادي تكون واحد، يعني على الأقل غادي تغني المخيلة ديالهم، غادي تغني الذاكرة ديالهم، وهذه راه مهمة. هذا راه ملي كنتكلموا على هذا التنوع راه من هذا المنطلق، ماشي من المنطلق ديال التشتيت، لأن دابا المشكل وانه كنحاولوا كنقولوا راه الا بدينا ندخلوا بزاف المكونات، راه بالعكس القوه نستمدها من ذلك التنوع، من اننا ولكن هنا الاعلام قلت لك خص الاليات ديال الاشتغال، كيف مثلا نلتقط الخبر، كيف نعالجه، كيف نرجعه الى المتلقي، وهذا كله غادي يكون مبني بطبيعه الحال على معرفه بالماده. اذا كتعتبروا ان الجانب المعرفي اساسي في المرحله ضروري وهو اللي كينقص. لا يمكن ان ندافع عن الجهل، يعني انا اجهل شيئا ونقول بانني غنشتغل عليه، هذا غير معقول. فبالتالي انا قلت لك كاين نوع من هذا الجهل هو اللي خطير، هذه الاميه هي اللي خطيره.
فبالتالي خصنا واحد القنوات يجب أن تفتح ما بين المثقفين، ما بين المختصين. أعلم بأنه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دير مجهودات كبيرة، ولكن أنا في تقديري غير كافية، لأنه وما يمكنلوش لوحده، يجب أن تتضافر الجهود ديالو وأطراف أخرى خصها تدخل على العملية. أنا عندي اليقين التام على أنه في الأفق النتيجة ستكون طيبة وستكون مفيدة وستقوي اللحمة الوطنية وستقوي الشخصية الوطنية وتعطيها بريقا آخر. نعم. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا أستاذ العيساوي، كنحيلكم على روبورتاج ثاني. عرف المغرب في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات في السياسات العمومية، سواء في تدبير التنوع الثقافي أو في تحرير قطاع السمع البصري وإعادة هيكلة القطاع العام، واللي يفتح أفق جديد لحضور الأمازيغية بشكل غير مسبوق في الإعلام والاتصال. الآفاق اللي فتحها الخطاب ديال أجدير، الثقافة واللغة الأمازيغية في الإعلام، المنظومة ديال الإعلام الوطني وبالخصوص العمومي عرفت تقدم لا يستهان به، مكتسبات أساسية. من بعد ما كان حضور يمكن نقولوا نسبيا مقبول ديال اللغة والثقافة الأمازيغية في الإعلام العمومي، مباشرة أو بعد بضعة سنوات من بعد الخطاب ديال أجدير كتوقع طفرات مهمة وقوية أدت في نهاية المطاف لأننا اليوم كنتوفروا على مكتسب أساسي اللي هو القناة الأمازيغية، طبعا بالإضافة لتقوية الحضور ديال الأمازيغية في المجال الإذاعي. اعتماد كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفينا واستعمالها في مختلف وسائل ووسائط الاتصال ما كانش عائق أمام ولوجها حتى التكنولوجيات الحديثة للاتصال واللي كتطور بشكل سريع. الأمازيغية مثلت حضورا مهما ولافتا على مستوى الصحافة المكتوبة طيلة العقدين الأخيرين، لكن نسجل مع الأسف نوعا من تراجع في السنوات الأخيرة على هذا الموضوع. في المقابل هناك نوع من التحرك على مستوى الإعلام السمعي البصري من خلال فقط وجود قناة متخصصة بين قوسين، ومن خلال الخطوة المهمة الأخيرة التي أقدمت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء بخلق بوابة خاصة. ولكن كل هذا في اعتقادي لا يرتقي إلى مستوى الأفق الدستوري الجديد الذي يقتضي وقف التردد في هذا المجال. مؤسسات البحث والتطوير الأمازيغية مكنها في ظرف وجيز باش تقتحم الأنظمة المعلوماتية المتطورة واللي كتسمح لها بانتشار المعلومة والخبر كأي لغة من لغات العالم. التعدد الثقافي واللغوي والتدبير ديالو خصوصا في المجال ديال الإعلام كيتطلب تفعيل استراتيجية شمولية متكاملة اللي تكون كيساهموا فيها مختلف الفاعلين، تعكس اولا الروافد المتعدده ديال الثقافه الوطنيه وتمكن المكون والرافد الامازيغي من انه فعلا يلعب دوره الاساس في تطوير هذه المنظومه الثقافيه واللغويه الوطنيه في انفتاحها طبعا على المستقبل وعلى الثقافه الاخر وعلى الثقافه الكونيه. مسار تطوير البناء الديمقراطي اللي انخرط فيه المغرب كيتطلب مزيد من العمل على فتح المجال لمختلف التعابير والثقافات المغربية. من بين المجالات اللي خاص يبان فيها التنوع الإعلامي في إطار التوجه الجديد اللي كنتكلموا عليه دفاتر التحملات ديال القنوات، إلى أي مدى أستاذ العيساوي كيبان لكم بأن دفاتر التحملات اللي تعملت من بعد الدستور 2011 تفي بالقصد فيما يتعلق برعاية التنوع الإعلامي وحمايته والتعبير عنه؟ دفاتر التحملات هو في الواقع جيل جديد من الدفاتر اللي توضعت من أجل ضوبطة المشهد يعني الإعلامي السمعي البصري خصوصا في التلفزيون العمومي. أعتقد بأنها هي الآن توجد في نفس المرحلة اللي تحدثنا عليها، ألا وهي الانتقال
من منطق تصور لأنه القضية عليها أن تكون مسألة يعني تدمج كلما لمن استطاع إليها سبيلا. إلى الآن تم تخصيص حصص إلى آخره، لكن هذا لا يكفي. أنا أعتقد بأنه كتابة هذه الدفاتر عليها من البداية أن تدمج ليس كإدماج مثلا حصص، لكن تفكير العميق اللي خص يكون فيها. وربما هذا كان من ضمن المسائل اللي كانت ستبعد الكثير من السجالات التي تبعت هذه الدفاتر هذه. خص في الاصل يعني في الاصل ديال التفكير تكون مطروحه المساله ديال الامازيغيه وديال التنوع والتعدد الثقافي، تطرح من الاول كارضيه اساسيه منها البلوره ديال البرامج، ناهيك عن ان دفاتر التحملات كان فيها في تقديري انا خلط، لانه منها بان على انه دفاتر التحملات هي واحد المرجعيه فكريه، تصور اريد تنوع ثقافي، اريد كذا اريد كذا. احنا في التالي لقيناها بانها شبكه للبرامج، وهذا هو اللي خلق اشكال، انه وقع صراع ما بين المشرع وما بين العاملين في القطاع. لقاو بان نفسهم واش هما اللي كيديروا الهيكل يعني الشبكات ديال البرمجه. بالتالي ملي كتدخل في هذيك التفاصيل الممله الدقيقه اللي ما يعلموا بها، يعني انا اللي كان يكفي اننا نقول للناس عندنا 5 توجهات اساسيه. واحد الخطوط العامه والمبادئ، هذا المبدا ديال دفاتر التحملات تكون بهذا الشكل في عبر العالم ولا تصل ما كيتدخلش في التفاصيل. لا التفاصيل لا، انا لا يمكن ان ان اضع نفسي مكان ذلك المهني الذي يشتغل يوميا في هذه المسائل، هو مول المهنه. وربما الى اعطيت له هذاك الهامش واعطيته السقف هو سيجتهد وسيبتكر. الان فين كنوجدوا نفسنا؟ حنا في علاقات ديال الاكراه، عليك ان تبرمج 5 المرات الاذان ديال الصلاه و6 المرات الخطب ديال يعني الاخبار بالامازيغيه الى اخره. كتولي طريقه ديال كتخلص من هذيك العمل، في حين الا امتلكتيها انت من الاصل، الا فهمتي المرجعيه ديال دفتر التحملات، غادي تتعامل معها بايجابيه اكثر وبديناميه اكثر وبابداع اكبر. واش ماشي السبب ديال هذا النوع من السلطويه الا بغينا نقولوا في وضع دفاتر التحملات، واش ماشي السبب ديالها هو ان يعني الطرف الحكومي كيعتبر بان القنوات لا تلتزم بدفاتر تحملاتها، او انها في احيان كثيره كتمشي في اتجاه تكريس يعني الاختيارات السابقه اكثر مما تغير من سلوكاتها؟ لا، ربما هذا وضع قائم، يعني لانه حتى ملي كتخلي واحد القناه تشتغل حسب منطقها وتموقعها في المشهد يعني الاعلامي، ربما العادات يعني تغلب يعني والممارسات القديمه قد تغلب كذلك. كان ربما الذين القيمين على هذا الشأن أرادوا بنوع من التحكم أن يفرضوا هذا التحول، لكن ما أتمناه أنه في المستقبل أن يتم تحول حتى في المقاربة. هذا هو المبتغى، أن نتعامل مع الجميع من منطلق المسؤولية، كل مسؤول على مسؤوليته وعلى ما هو يعني يشتغل فيه. كاين كذلك علينا أن نفعل أدوات الرقابة والمراقبة. هناك الهيئة العليا للسمع البصري عندها دور مهم جدا وتقوم به على أحسن وجه، عندها تقارير عندها فيها رأي. كاين علينا أن نطور جانب المجتمع المدني كذلك، لأن احنا مازال ما عندناش جمعيات، وحتى علاش دايرين جمعيات مثلا ديال المستهلكين ديال المواد الغذائيه، نديروا جمعيات ديال المستهلكين ديال المواد الاعلاميه والمواد الفاسده. علينا ان نحاربها ونقول بان هذه مضره للصحه العقليه للمشاهد الى اخره. ربما هذو المراحل المقبله اللي خص الاعلام، لان هناك العمليه لا ريغولاسيون، هذه الضوبطه خصها تتم بهذا الاطار، مجموعه من الاليات.
وكاين ربما مجلس اخر ديال الاعلام اللي خصو يصدر حتى هو يكون مزيان، حتى هو يتوجد الى جانب الهيئه العليا، الى جانب المثقفين، الى جانب ما هو موجود. ما هو يعني حتى باش نبقاو عاود شويه ايجابيين، كاين هناك تحولات ايجابيه صراحه. كاين مسائل اللي دخلت، كاين مثلا بعض ربما العلاقه عليها ان تكون اكثر سلاسه ما بين السلطات الوصيه وما بين القائمين على هذا الشأن. هذا امر ربما سيأخذ وقتا على تكون من يسير هذه القنوات وكيف يتم تعيينهم، بحال يعني النقاشات اللي هي موجوده في دول اخرى. ولكن علينا ان نعطي لنفسنا الوقت الكافي حتى نستوعب يعني وتم عمليه الهضم بشكل يسير وندخل في هذا الحركيه. نعم. على ذكر الهاكا، هناك شكايات كثيره قدمت للهاكا بسبب عدم احترام التنوع الاعلامي في الجانب الثقافي واللغوي، حيث ان مثلا دفاتر التحملات اللي وقعوها بعض القنوات منذ 2006 لم يتم الالتزام بها ما بين 2006 2011، ولم تجيب الهاكا على الشكايات، كما انها لم تراجع الموضوع، بخلاف مثلا ما كتكون هناك شكايه من طرف سياسي، مثلا حزب سياسي كيقدم شكايه، الهاكا كتدخل مباشره لكي تنصفه. ولكن ما لاحظوش الفاعلين المدنيين بالخصوص اللي يعني قدموا هذه الشكايات، ما لاحظوش اي تحرك من جانب الهاكا لانصاف التنوع الاعلامي في هذا الجانب. وربما هذا اللي كيفسر هذيك النوع من التحكميه اللي تدارت بها دفاتر التحملات من اجل الزام هذه القنوات باحترام هذه المضامين. لا، انا اعتقد يعني انا ليس لي ان اصدر حكما على طريقه الاشتغال ديال الهاكا، فاعتقد فهي مؤسسه مكونه من هيئتين مهمتين، يعني فيها ناس اللي هما يعينون، وكاين اطر تقنيه مهمه وفنيه عندها كتلعب دور. ربما يعني كتعرف على انه كاين ضغط ديال العمل اليومي، فهاد الجماعات ولا هاد الافراد اللي كيلاحظوا النقصان في تدبير دفاتر التحملات وهذا التنوع الثقافي، اعتقد عليهم ان يكونوا اكثر قوة واكثر الحاحا، وان يعني يتنظموا في يعني تكون العمليه اكثر قوه، لانه حزب سياسي لانه قوه ضغط. فاذا كانت انا كما قلت لك قبيله جمعيه وطنيه يعني بدون كاع حتى انتماء سياسي، ولكن موجوده على المستوى الوطني وكتشتغل، غتكون عندها حضور، وربما هذيك الساعه الهاكا ستقوم بما يجب ان تقوم به من توجيه تنبيه او توبيخ او ذعيره لكل من خالف تطبيق هذه الدفاتر، واللي هي كتبقى في اخر المطاف. يعني بالنسبه للقناه بحال كيقولوا في القانون سي ان كونطرا داديزيون، يعني ملي كتوقع عليه فانت منخرط، هذا قانون ديال يعني اللي غادي تنخرط، وبالتالي كتكون عنده حقوق وواجبات وعقوبات في حاله عدم التطبيق. الدستور الجديد كيعطي هذه الامكانيه للمجتمع المدني اكثر من السابق. فعلا. لا، الدستور انا باش كنقول لك على انه بحال دابا مثلا كون انه مواطن او مجموعه مواطنين ممكن انهم يسائلوا مباشره اي مؤسسه بما فيها يمكن من البرلمان، يمكن الحكومه الى اخره، فهذا مساله جديده يعني صراحه. ويقترحوا ايضا وكان عندهم مقترحات قوانين اللي هي كيشوفوها فاعله، ولكن هذا الشيء خصو يتنظم، خصو يتهيكل. دابا هذا كله مازال موجود مكتوب. حنا دابا مازال النصوص التطبيقيه كاين تقريبا 21 من جزء قليل منها اللي خرج لحيز الوجود في سنه عامين ونص. كاين هناك هذا بطبيعه الحال هذا موضوع اخر يرتبط بتدبير الساحه السياسيه والشان السياسي والعلاقه ما بين يعني سميتو السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. هذا ربما سيأخذ وقت ويرتبط بظروف الازمه ايضا. وكاين هناك بطبيعه الحال ازمه سياسيه لا نخفيها، يعني ما غندرجوش الشمس بالغربال. ازمه سياسيه كاينه، التدبير ديالها صعب، احنا في مرحله دقيقه وحرجه. أتمنى أن الكل سيغلب المصلحة العليا للبلاد على كل شيء، لأن ما نراه من حولنا لا يفرح، ولا نتمنى لشعبنا ولا لبلدنا أن نكون في تلك الأوضاع. فبالتالي أتمنى أن الحكمة ستتغلب، لأنه عندنا ما يكفي من الآليات وعندنا الفرص كذلك، عندنا الفرص
من اجل الخروج وتلافي هذه الازمه والخروج. لان دابا الان حتى لما ناخذ موقفا متصلبا متحجرا متشددا في شيء ما لا نخدم اي احد، بدايه بالشعب، بدايه بمن ائتمنون على امورهم. طبعا. استاذ العيساوي، الامازيغيه كمكون من مكونات الشخصيه الوطنيه ثقافيا ولغويا وهويتيا، الى هي اخذت المكانه ديالها في المشهد الاعلامي، سواء في الاذاعات او في القنوات التلفزيونيه او في الاعلام المكتوب. شنو ممكن تضيف لهذا المشهد الاعلامي وكذلك للمغرب الراهن؟ نعطيك مثال. هناك قنوات اذاعيه جهويه تبث مباشره بحال في منطقه اكادير وفي مراكش هذا، يعني لساعات طويله. يعني لما تذهب الى بعض الاحياء وبعض المتاجر الى اخره كتلقى الناس، يعني هذاك التاجر يتفاعل، تحس به وهو منتشي. ماذا ستضيف هذا؟ يعني تقعيد هذه الثقافه داخل المشهد الاعلامي سيضيف هذا العمق الابداعي، هذا العمق التاريخي، هذا العمق الانساني. يعني كل هذا الشيء ممكن اننا نربحوه في اعلام، انا اقولها واتحمل مسؤوليتي، اصبح ضعيفا من حيث مضامينه. ندور في حلقه صغيره جدا، يعني كأن المجتمع المغربي ما فيه إلا الفي ديفير، ما فيه إلا الفضائح. المجتمع المغربي بغناه وتنوعه كنوليو حنا كنتكلموا غير على هذيك، في حين أنه قلت ربما إلا دخلنا هذا الفاعل، هذا المعامل هذا غادي يعطي واحد النوع من التطور اللي هو كما كيقولوا الناس ديال الرياضيات اكسبونونسيال، يعني بواحد السرعة فائقة، وغادي يبان وسنقول كم ندمنا على كل هذه السنوات التي لم ندخل فيها، ضاعت منا وأننا لم نستغل ذلك. ولكن علينا أن لا نتعامل مع هذه المسألة على أنها مسألة يجب أن تضاف، علينا أن ندخلها في منظوماتنا الفكرية. ولهذا ضروري أن المثقفين المسلحين بالعلم في هذا المجال أن يكونوا خير سند لكل من له القرار في هذا المجال. بالفعل كيتلاحظ أن الاستعانة بالأكاديمي والباحث المتخصص في إنتاج مواد إعلامية عميقة هو ضعيف جدا. ومن الآثار السلبية لهذا مثلا مفهوم الفولكلور أو الفولكلار، لا فولكلوريزاسيون ديال الأمازيغية على مدى السنوات. يعني ينظر إلى الأمازيغية بحال إلى لوحات سياحية فقط، وفي غياب الفهم الدقيق لهذه المادة. شنو هو السبب لكي يجعل أن يعني الأكاديمي والباحث والعالم يعني بعيد نوعا ما على وسائل الإعلام؟ كاين هناك جوج يعني سببان أساسيان في هذا الشيء. الأول هو أن هاد مجموعة من المثقفين والأكاديميين وضعين نفسهم في واحد لا بتيت تور، يعني في واحد البرج عاجي أو غير خشبي، المهم جالسين فيه متكين مع راساتهم، وكيعتبروا بانهم هما ملي كيدير الدرس ديالو ولا كيكتب شي بحث راه قضى الغرض. هذا واحد، لانه الانسان اللي سد عليه صعيب باش تمشي عنده. ثانيا كاين الناس اللي هما قيمين على الشأن الإعلامي اللي كيجهلوا هذا العدد ديال الناس. حتى جات يعني المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه وجمع واحد العدد ديال الفعاليات وبانوا واحد العدد ديال الناس، عاد بدينا كنلقاوهم حتى هما في الاعلام كيكتبوا حتى هما مدونات، وكتلقاهم كيديروا حوارات وكيديروا ردود فعل وكيكونوا في قلب بوليميكات الى اخره. هذا شنو معناته بانه هناك واحد خصو يقطع الطريق من جهه والاخر يجي من جهه. ربما كاين عنصر ثالث هو يعني مسألة اللي هي ذاتية متعلقة بالأكاديمي. الأكاديمي يعتبر بأنه الكلام في الإعلام هو كلام ناقص، يعني لا يفي بالغرض، لا يرقى إلى مستوى التنظير. وبالتالي هو إلا جا مثلا شي حلقة ديال التلفزيون خصو ياخذ وقته ويفتح المبحث الأول، والمبحث الأول فيه 16 فصل، يعني كما لو أنه محاضرة يعني لا الإعلام لا يقبل ذلك الطبع. لغة الإعلام هي لغة السرعة، لغة الاختزال. هل هناك إمكانية لإيجاد لغة وسطى بين الأكاديمية ولغة الإعلام؟
انت سي احمد توفق بين ذلك، انت من الامثله ديال الناس المثقفين الاكاديميين اللي كيستطيع يتكلم في الاعلام، كيختزل كيجمع افكاره. ماشي مفروض اننا كاع داك المسلسل ديال التطوير ديال باش تطور الفكره، ماشي مفروض تجيب معك الناس المستمع ولا القارئ توصل له، كتختزل ليه وكتقول له بان هناك كاين فرضيات كاين كذا، وكتوصل له الفكره وكتعطيه مثلا واحد النوع واحد الارضيه، وكيولي الانسان من خلالك ومن خلال المثقفين الاخرين راه ممكن حتى كذلك حتى من ناحيه سوغ لو بلون سيمونتيك، من ناحيه ديال السيمانتيقه بالنسبه للغه المستعمله، حتى هي خصنا نلقاو لغه وسيطه، ماشي لابد كاين ناس كيكتبوا 6 ولا 7 ديال عباد الله كيكتبوها بيناتهم، يعني لا يفهمها الا الضالعون في العلم. فبالتالي خصنا نلقاو لغه اللي نخاطبوا بها المواطن، وهذا الشيء في المجالات كلها. لان ملي كنقولوا حنايا الامازيغيه راه يمكن لها تتكلم في الطب، يمكن لها وضعيه. انا كنسمع برامج مثلا ديال الارشاد الديني بالامازيغيه جميله جدا، انا ما كنفهمهاش ولكن كيبان لي بان كاين تفاعل. يعني ممكن تمارس جميع الوظائف جميع الوظائف ما عندهاش مشكل نهائيا. نعم. تكلمتوا السي عيساوي قبل قليل على الفاعلين في الجهات، يعني في اطار النقاش حول الجهويه الموسعه، شنو ممكن هذا يعطي اعلاميا على مستوى رعايه التنوع الثقافي؟ شوف، مستقبل الاعلام بصفه عامه، لانه كل مره كتسمع على انه كاين اختناق، مثلا دابا الويب ولا عدد كبير وكذا، والناس كتختنق الصحافه المكتوبه، والرقعه ضيقه جدا، يعني عندك 2-3 الجرائد كيبيعوا كل شيء والاخرين ما كيبيعوا والو الى اخره. المستقبل هو الجهه. امريكا فيها جرائد تضاهي كبريات وامهات الصحف الامريكيه، وهي جهويه ولكن القنوات التلفزيونيه كذلك جدا. علاش؟ كاين ما يسمى بقانون القرب، واحد السيد كتكلم له على حومته، على تاريخه، على الشخصيات اللي كانت في راس الدرب وما بقاتش، على ديك السقايه اللي كانت ومشات، كانوا كيسقيو لنا العيالات في الستينات وما بقاتش، على ذاك الجنان اللي كنا كنمشيو ليه وكذا، على واحد المشروع مستقبلي، على مساله تهديد البيئه في انزكان وكذا الى اخره. كيفاش هذاك السيد في هذيك الجهه وفي ديك المنطقه الا درتي له هذه المقاربه وتحدثتي له على الهم اليومي ديالو، اما غادي تهضر له بطبيعه الحال تهضر له على المسائل الوطنيه، ولكن الصفحه الاولى خصها تكون لهذا الشيء. الماده الاساس به مباشره، مداولات ديال المجلس القروي والمجلس البلدي خصني نلقاها انا في هذيك الجريده. فمن نهار تولي كتخدم دابا، الاشكال اللي واقع ان الجرائد الجهويه الكثيره اولا تتعدد، لان كل واحد باغي يكون هو الشاف، دونك اون ارمي مكسيكان، ما كتلقاش الناس كيوحدوا الجهود ديالهم. ربما الا ولات الجهويه بالمفهوم الجديد ديالها اللي غيوليو فيها اقطاب، تولي كل جهه كتضرب على راسها، كتشوف شنو هما المقومات ديالها، كيفاش غيمكن تستثمر امكانياتها، كيفاش غادي تحاول تجر ليها يعني الاستثمارات. ففي هذاك الاطار ربما هذا اعلام جهوي جدا، انا اؤمن بذلك، وارى بانه مستقبل الاعلام الوطني بصفه عامه هو في الاعلام الجهوي بتلوناته اذا ممكن نشوفوا قنوات تلفزيونيه جهويه. اتمنى ذلك. ربما الان كاين اشكاليه على مستوى الاذونات اللي باش يمكن تفتح قنوات جديده. اتمنى انه في السنوات القليله القادمه تفتح في هذا المجال بالنسبه للتلفزيون، ولما لا حتى قنوات اخرى اذا كانت العناصر اللي هي محدده، لانه ما يكفيش انك تحل واحد القناه وغدا تسد عاود، خص تكون عندها اون فيابيليتي ايكونوميك، يعني تكون قادره انها تمول راسها. ما يمكنش الدوله راه تمول بعدا 2 ديال القنوات كبار ولا دابا ولا حتى 3، فبالتالي ما غيمكنلاش عاود حتى الجهويات تبقى تدخل فيها. بالعكس كاين فرص اخرى ماديه واقتصاديه اللي اذا استثمرنا في الجهه راه غادي نخرجوها. أستاذ العيساوي، شكرا على الإسهام ديالكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. السيدات والسادة النظار الأعزاء، قبل ما نختموا هذه الحلقة كنعرفوا ببعض الإصدارات الجديدة. من بين الإصدارات الهامة كتاب Diagnostic de la situation actuelle des systèmes arganiens، وهو كتاب حول وضعية شجرة أرغان من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من بين الإصدارات الهامة كذلك كتاب البرامج الأمازيغية في القطب التلفزيوني العمومي
من تأليف الأستاذ إبراهيم حسناوي وإصدار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هكذا كنجيو لنهاية هذه الحلقة. سيدات والسادة النظار الأعزاء، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. تمسمان تنثنبط ثم وستي وقان قيز دون البرلمان تمسمونين لا تدقاق ومسوى